سامع الرنه دي؟ سجلها بقى عندك عشان احتمال ما تسمعهاش تاني. في خبر انتشر بسرعه جدا اليومين اللي فاتوا بيقول ان تطبيق ماسنجر هيقف ومش هيشتغل تاني. هل فعلا تطبيق ماسنجر اللي اتعودنا عليه من سنين هيقفل بجد وكل رسائلنا عليه هتضيع؟ الاجابه لا، وخلينا نفهم القصه صح. الحقيقه ان اللي هيقفل مش التطبيق نفسه لكن موقع ماسنجر على الانترنت. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني لو كنت بتستخدم ماسنجر عن طريق البراوزر او عن طريق الكمبيوتر من موقع لواحد، فالموقع ده هيتم اغلاقه رسميا يوم 16 ابريل الجاي، وبعد كده اي محاوله لدخوله هتحولك تلقائيا لرسائل الفيسبوك. لكن الابلكيشن هيفضل شغال عادي جدا على اندرويد والايفون ولا كأن حاجه حصلت. طيب مين اكتر ناس هتتاثر؟ الناس اللي كانت معتمده على ماسنجر بس ما كانش عندها حساب فيسبوك نشط، دول بقى مش هيعرفوا يستخدموا البراوزر تاني وهيضطروا يستخدموا الابلكيشن على الموبايل. طب ليه الشركه بتعمل كده؟ هم خسرانين ايه؟ اقول لك انا، الفكره ببساطه ان هم عايزين يجمعوا الناس كلها جوه منصه فيسبوك نفسها، وبدل ما كل واحد قاعد في حته لوحده، لا تعالى وادخل معانا في الموقع الاساسي، تقضي وقت اطول، تشوف محتوى اكتر، وطبعا ده معناه اعلانات كتير ومكسب كبير للشركه. باختصار كده ماسنجر ما قفلش ومش هيقفل، ما تقلقش. روح شوف مين بيكلمك وابعت له لينك الحلقه دي على الماسنجر عشان يشوفها معاك.